أولا أنا أشكر المحاضرين على هذه المحاضرات القيمة، وعندي بعض التعليقات. الموضوعات كلها موضوعات حية تناسب الواقع المعايش. بس يعني فيما يتعلق بالمحاضرة الأولى، أنا أشكر الأستاذ الدكتور على تقديمه وعلى هذا العرض الدسم، إلى أنه بنى هذه المحددات على أمور لا يمكن بقاء هذه الأمور إلا أن تكون على دعامة التعلم. لا بد لمن أراد المستقبل الزاهر أن يتعلم أولا، وإذا استقر التعلم هذه المحددات المتبقية تنبني عليه. جزاك الله خيرا. فيما يتعلق بمدارس بلاد يوروبا في خدمة التراث الإسلامي، جزا الله المحاضرة خيرا. بس أنا أرى أنه المشكلة تكمن في عدم فهم التراث. يجب علينا أن نفهم التراث أولا، وإذا فهمنا التراث يجب علينا أن نعرف كيف نقرب للتراث، وإذا تم هذا يجب علينا أن نعمل بالآداب الموجودة في هذا التراث، ثم يجب علينا استثمار هذا التراث. أما فيما يتعلق بالمحاضر الثالث تحدث الوسطية، طبعا وكل ما قرأ كتاب العلامة الإلوري وفهم هذه الكتب يعرف أن العلامة الإلوري دعا إلى الوسطية. أنا قبل أمس كنت أقرأ الإسلام اليوم وغدا، فكنت أرى الواقع مما كتب العلامة منذ هذه السنوات. إذن فالوسطية لابد منها. فأنا لا أريد أن يكون هذا الكلام مجرد كلام نقوله منذ سنوات، يجب أن ننقل الوسطية إلى الواقع. مشكلتنا الكلام بدون التطبيق. وبالتالي المحاضر ذكر أن الإسلام مرجعية الإسلام تنحصر في الكتاب والسنة. لا، هناك أصول التشريع، هناك الإجماع، هناك قياس، وهناك مراعاة مدى الواقع والبيئة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. والذي يليه. نعم، ولعل تعليقي هذا يجمع بين الجانبين اثنين، الجانب الوسطي والجانب مستقبل الشباب. هناك أزمات ورثناها بما لدى السلف، وهي مما تضيع أوقات الشباب اليوم، من حيث أنهم يعطون العناية أكثر من لازم لهذه الأزمات، وهي التعصب، وكذلك عنايتهم بالموضوعات التشجرية التنازعية، حتى ينسوا بعضهم ما خططوا لمستقبلهم ويذهبوا معها عاصفة هذه الموضوعات. فعلى هذا ننشد كل من لهم دور في تربية الشباب أن يرشد الشباب إلى ما فيه خير لهم، وعدم والإنذار من مثل هذه الموضوعات والحالات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. No. Bọ́ọ̀lù ṣe lọ bẹ́ẹ̀. No. Ojúlá alákan fi ń sọ́rí nà. Ọ wà bribe mi lẹ́yìn tó àwọn kan fẹ́ kí n pè ọ́. No, ó ti sojóró, kò sí wọn, ó ti sojóró. Ọba àlọ́ máa ń kí bẹ́ẹ̀. Ọya àfa. حياكم الله. أنا سأكر على ما قال المحاضر الثاني بما ورثنا من روضة التعليم العربي الإسلامي. هذه الجلسة ليست عجبا لنا، لكن قامت روضتنا لنا الأشياء البرامج الشتى، من بينهم حديث الطابور. كل يوم حديث الطابور تقيم روضة التعليم العربي لطلابها، وكذلك يوم الأربعاء في كل أسبوع تقيم روضة التعليم العربي البرنامج الثقافي لنا. لذلك أنا أؤيد روضة التعليم العربي دائما، نشكره دائما على أعماله. إن لم نجد هذه البرافسة نجد إن لم نجد بروفيسور عبد الباقي أغاكا نجد مدير روضة التعليم العربي الإسلامي. أدام الله حياتكم وحفظكم الله.
الشيطان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، فمداخلة تنبني على هذه العبارة أو ما ذهب إليه سعادة الدكتور علي عبد القادر الأسألي حول مستقبل الشباب نيجيريا بين الضياء والحفاظ. نعم، قد أشار إليه سماحة الدكتور النقاط الأساسية التي توصل إلى تحقيق السعادة والهدف، ولكن هناك ما توارثناه من الآباء مقالة جميلة التي ستضمن وتقوي مستقبل الشباب، وما هي حفظ النجاة أصعب من النجاة نفسه. حفظ النجاة أصعب من النجاة نفسه. إذا كان الشاب يشتغل بالقراءة والمواظبة والمطالعة والمثابرة لتحقيق النجابة ومستقبله، لابد أن يواصل السير، لابد أن يواصل الاجتهاد. إن دل هذه الأشياء على شيء فإنما يدل ألا يختار الطالب على اختيار نفسه. وعلى هذا أكف. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، سرعة أجلا، والذي أنا أعلق عليه هو الموضوع مستقبل الشباب النيجيريا بين الضياء والإحفاظ. صراحة وحقيقة لو أردنا التحدث حول هذا الموضوع لم يضمن لشباب هذه البلاد مستقبل. كيف؟ أعانكم الله. لأكثر ما نراه اليوم منها عدم عنايتهم بالعلم أكثر مما يجب، لأن كثير منا اليوم نريد فضل العلم ونهجر تعبه. وكيف يكون؟ كما قال أحد من الشعراء: تأملها فالعلم كيف يكون، وليس اكتساب المال دون مشقة تحملها فالعلم كيف يكون. شباب اليوم كلهم يتمنون فضل العلم ويتركون تعبه ومشقته. وقد فسر سماحتكم لنا أن أول هذه الكلمة العين عناه، واللام الملك، وميم واللام اللذة، وميم الملك، وما لم يذق العناء. وكيف يصل إلى أو يصل إليه اللذة والملك؟ وهذا أنا أحسنا أن نعني بالتعليم، كما قال ليلوري رحمه الله تعالى: أنني في الدين النصيحة أنا لا أرى عالما كسدت تجارته وإن تكسد في بلد لم تكسد في بلد آخر، كما سمحته رحمه الله تعالى. وهذا أكف، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاك الله خير. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، تعليقي على الموضوع التوسط. نعم، أجد التوسط شيء صعب جدا. الاعتدال بين الإفراط والتفريط. كيف يعتدل المرء بين الإفراط والتفريط؟ لي سؤال، والسؤال وجيه إلى سماحتي وحضرة المحاضر: كيف يتوسط المرء مع المتشدد الذي يشدد في دين، الذي يشدد على أمور الصلاة والصيام، الذين يشددون في الدين، يشددون يقولون لا نقيم حفلات احتفالا بمولد النبوي وما أشبه ذلك من الأمور التي يدعونها بدعة. كيف نتوسط لهذه الأمور؟ وهذا السؤال. تجيب؟ سؤال مو مايك له. أنا مولانا، داون كيف نتعامل مع المتشددين؟ قد قلت مسبقا أو آنفا بأننا عندما نريد حياة سعيدة، عندما نريد أن نعيش حياة سعيدة، نأخذ ما يفيدنا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
تعرف الأساليب المستخدمة في إقامة المولد النبوي تختلف من جهة إلى أخرى. في حينا نحن نقيم حفلة المولد النبوي في كل سنة. كيف نحيي تلك الحفلة؟ نعيّ أطعمة، نوزع الثياب وما إلى ذلك. إبان ذلك يرسل بعض الناس إلى الحج. أما أسلوب احتفال بمولد النبوي في هذا الوقت الحاضر هو الذي يجعل هؤلاء الناس يشددون عليهم. وشكرا. لا wọ́kọ́ ìwọ́kọ́ gbé lọ gbé fẹ́ni tó wà lẹ́yìn wa tẹ̀ ń ti gbọ́ bí táwọn gbogbo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. عفوا دعني أتبع الخطوات الذي جعلنا من قبل عفوا، ومع ذلك لابد أن أقدم التحية إلى أبينا دقيقتين عفوا أبينا بروفيسور عبد الباقي أجاكا أدم الله حياته، وكذلك أقدم التحية إلى مدير هذه المدرسة روضة التعليم العربي الإسلامي على هذا العمل القيم. جزاكم الله خيرا. نعم، أنا أريد أن أتحدث عن الوسطية، وخاصة بما يتعلق بالسؤال الساهل الأخير. أرى أنا شاركت في دورة ما بالنسبة إلى الدعوة، ووجدت أن المشكلة التي تواجهنا هو أننا لا نريد أن ننظر إلى جانب آخر. إذا كنا ننظر إلى هنا لا نريد أن ننظر إلى الجانب الآخر، وهذا خطأ، لأن كل ما له طريق مثلا له أتباع، له رؤساه أو له أجته الذي هو يتبع. فمن المستحسن أن ننظر إلى ما قال هؤلاء أولا، ننظر إلى آرائهم وننظر إلى حجاجهم، إن كان صحيح بالنسبة إلينا فلله الحمد، وإلا لنتركهم ليقوموا بطريقتهم ونحن أيضا نمشي على طريقتنا. لكن من المستحسن أن نكرم آراء آخرين، وليس بأننا سنقوم على الطريق واحد على كل هؤلاء هم هذا هو التشدد. هذا هو. جزاكم الله خيرا. آمين. اوكي afa ni suwa afa ma fa kununu tasadudu náà ti fẹ́ wọ̀rọ̀ rẹ̀ nígbà tó adó lójú kan ó sẹ́yìn náà ni suwali ìṣẹ́jú kan. حيا الله الدكتور أكيدي قد استنفر الطاقة في بيان الوسطية، لكن كأنه يبخل علينا بتوفير التفصيل على حصاد الدعوات المتوسطة. يعني هذا هو. وثانيا أرجو أن أترك هذا بين معالي الدكتور عيسى يعني عبد الحكيم عيسى جبريل ومدير الروضة. فقد نفى الدكتور يعني المقارنة بين خدمة التراث قديما وحديثا، ولكن اللجنة يعني قررت يعني فما هي العلة، لماذا لا نقارن أو لماذا نقارن؟ أكرمكم الله. torípé àlùmọ̀kárà ní ṣùrùtù tí ṣùrùtù òpin lára wọn náà ló fà àwọn ustaasu wa Salahudeen wọ́n fún wa ní àṣẹ rọ́fọ̀lì jísà títí di ọ̀la pẹ̀lú ògùn ọlọ́run tá a tún wá pàdé kọ́lọ̀ ń já mọ́ wa dáadáa afẹ́kẹ́ sí ni àríkẹ́ tó ń sùn. ọ̀rọ̀ àwọn bàbá wa láwọn fẹ́ bá a sọ̀rọ̀.